ونخش على برج الجدي يوم 12 يونيو. هذا الاقتران وهذا الاحتراق لعطارد مع الشمس يخليني اقول لك زود الحذر بتاعك وخلي دماغك شغاله في التحليل المالي والشراكه، لان سياق الكل عندنا موازنات بين العمل اليومي اللي هو يوم السبت، اللي هو تاني يوم بقى هيحصل الاقتران في مرحله مركزه جدا ومحاطه بالكتمان. التحليل الزائد لشركاتك يوم الحد، حيث تتجمع الطاقه داخل بيتك السابع، بيت الشريك العاطفي، بيت الزوج، بيت شركاء العمل. طيب من خلال هذا الاقتران التام واحتراق عطارد بالشمس، القمر هنا موجود ومكمل مسيرته في بيتك السادس في الجوازاء في منزلة الزراعة السعيدة. حسابات الحاكم في الوقت ده بتلمس علاقات مباشرة وعقودك، فالشمس هنا هي حاكمة بيتك الثامن اللي هو برج الأسد، بيت الخفايا وبيت المال المشترك وبيت الديون وبيت المواريث. عطارد هو حاكم بقى بيتك السادس اللي في الجوازاء اللي هو بيت العمل الروتيني وبيت الصحة. طيب حاكم بيتك التاسع العذراء اللي هو بيت المعاملات الرسمية والقناعات. طب لما عطارد يتعرض لاحتراق بنور الشمس في بيتك السابع، الاتنين هنا بيكونوا في منزلة الطرف النحس، فده معناه ان عقلك وتفكيرك كجدي هيخشوا في حالة التفكير المفرط والزايد والتحليل الجامد لنيات الطرف الآخر. هتقعد تركز على الشريك اللي قدامك في المجال المهني والعملي وبأيضا العاطفي كمان. الاقتران ده بيحذرك تماما من توقيع عقود او الدخول في جدال عقيم علني قدام الناس مع شريك حياتك مثلا او شريك عملك. يعني ما تعملش خناقات لا مع الزوج ولا مع الزوجة، وخلي بالك من افشاء اسرار اتفاقاتك لان ده بيت الشراكة والاقتران هناك في البيت السابع. لان احتراق عطارد حاكم العمل والصحة في بيت الشراكة بيخلق حيرة وبيخلق ضبابية، وممكن تكتشف نميمة او عيوب في شروط الشغل اللي انت شغاله كانت مستخبية وما انت شايفها وكانت شغالة من ورا ظهرك. ماليا الوضع ده بيطلب منك التريث في حسابات الميزانية المشتركة وعدم الاندفاع. اما عاطفيا فبتميل للجفاء والبرود وبتقفل على مشاعرك وبتراقب الشريك ببرود شديد قوي وعتاب يعني ملوش صوت، رغم ان قمر السادس بيمدك بطاقة انجاز للمهام، الا انك بتختار تداري اوراقك وتكتم عشان تمهد الدنيا للزلزال والغربلة اللي هتحصل يوم 13. عندنا 3 زوايا شداد وجامدين جدا